يا حلاوتك يا جمالك، خليت للحلوين ايه. النهارده هنعمل صوابع الستريبس الخطيرة الأحلى من جاهزة 100 مرة، وتحدي. وهنعملها بمقادير بسيطة جدا وموجودة عندنا كلنا في البيت. ومش عايزة أقولك قرمشة ايه، مقرمشة من بره وجوسي من جوه. طعمها خطير 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 يا بنات. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده كيلو صدور كده زي ما انتوا شايفين. بصي، ولا تقطعيها تخينة قوي ولا تقطعيها رفيعة قوي. حاولي على قد ما تقدري تكون يعني سمكها كويس. وبعد ما قطعتها وشلت كل الدهون منها حطيت لها ملح وفلفل. نقول بسم الله. هنا كده هنحط كوبايتين دقيق، هحط بابريكا، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، شطة، فلفل اسمر وملح، ومعلقة نشا كبيرة. ونقلب كل ده كويس كده مع بعضه. وهنقسمه على جزئين، يعني هناخد هنا مثلا قولي كوباية وهنا كوباية. الكوباية دي بقى هنحط عليها بضاية وهحط عليها كوباية ونص مية، ونفضل نقلب لغاية ما القوام هوريهولك دلوقتي هيبقى بالقوام ده. خلاص، انا عايزة القوام كده. هنا بقى هننزل بقى الفراخ بتاعتنا كلها. طبعا الفراخ دي مغسولة بليمون ودقيق. تعالوا بقى نعمل رز بسمتي بأسهل طريقة. حطيت شوية زيت، مكعب مرقة، بهارات الكبسة، ليمون لومي، وحطيت توم باودر وبصل باودر ورز بسمتي ده نقعته لمدة نص ساعة. ونشوح كل ده كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين. ايوه، لحد ما تلاقي الرز كله بيلمع كده. بعد كده بننزل بقى كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين مية. تمام. ونحط شوية ملح صغيرين ونغطيه لغاية ما يتشرب، وبعد كده بنوطي عليه النار لغاية ما يستوي بقى براحته خالص. بصوا هنا بقى. هناخد بقى الفراخ من الخليط. ممكن يعني تسيبيها في الخليط الأولاني ده ساعة، ممكن تستعمليها على طول عادي جدا. ونعفرها بالشكل دوت من الخليط اللي احنا قسمناه في الأول. وبصوا واخدة الشكل ازاي. ممكن بقى تعمليها كده، تعمليها مرة في الدقيق ومرة في الخليط ونعملها. بس انا عملتها مرة واحدة وكانت تحفة بجد. جميلة قوي يا بنات، خطيرة خطيرة والله العظيم. ولادك مش هيصدقوا ابدا ان انت اللي عاملاها. نجيب بقى طاسة على النار او حلة. انا بحب احمر الكنتاكي بالذات في حلة عشان اغطيها. خلاص، الزيت لازم يكون سخن جدا جدا يا بنات، سخن جدا جدا. واوعي تقلبيها بعد ما تحطيها، يعني بعد 10 دقايق كده ابتدي بقى قلبيها علشان الطبقة تمسك عليها. عشان لو قلبتيها على طول ممكن الطبقة، شايفين الجمال والحلاوة، تحفة التحفة. مفيش أحلى ولا أجمل من كده. واخدة الشكل بتاع بره وأحلى كمان، وحاجة عاملاها في البيت ونضيفة وانتي ضمناها. عملت كمان معاها سلطة الدقدوس، معرفش اسمها ايه، الدقوس باين. وحمرت بقى الكمية كلها، وحمرت شوية بطاطس، وعملت سلطة الدقوس كده علشان ناكلها مع الرز البسمتي. وانتي ممكن تعملي بقى جنبها سلطة الكروسلو. انا هعمل لكم برضو ان شاء الله في يوم من كده تاني اعمل لكم سلطة الكروسلو. بصوا يا جماعة، الثلاث صدور اللي هو كيلو يعني، بصوا يعني عمل لي كمية كبيرة جدا. عايزة اقول لكم يعني كفتنا وفاضت، يعني احنا 4 افراد كفتنا وفاضت. وده الرز البسمتي، شايفين جماله وحلاوته. طالع رزاية من بعد رزاية. وانا هقدمها بالشكل ده كده. وحمرت كمان بطاطس وهحطها كده زي ما انتم شايفين. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. بجد يعني مش هتجربي اي طريقة تانية وانسي اي طريقة شفتيها. دي طريقة سهلة وبمكونات موجودة عندنا في البيت، وقدمتها بالشكل الجميل ده. وصدقيني صدقيني صدقيني، بصوا الفراخ مستوية من جوه ومهلبية. صدقيني ولادك مش هيصدقوا ان انت اللي عاملاها من كتر جمالها وحلاوتها. مقرمشه من بره وجوسي وحلوه قوي من جوه. وده شكل الاكل معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. بحبكم قوي. باي باي.